بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض باتيه الافران بطريقه حلوه جدا وسهله وسريعه، مش هتاخد معاكم دقايق. هتعملوا منها كميه وهتخلص معاكم بسرعه جدا، وهتطلع معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا نبدا نجهز الوصفه بتاعتنا دي. معايا هنا ربع كوبايه من الميه الدافيه، هحط عليها معلقه كبيره من الخميره ونص معلقه صغيره من السكر. وبعدين هنسيبهم تقريبا 10 دقايق كده او 5 دقايق لحد ما نجهز بقيه المقادير بتاعتنا، عشان بس الخميره تشتغل وتسرع معايا تخمير العجينه. معايا ده هنا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح ومعلقه كبيره من الحليب البودر. هنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. ندخل بس كده المكونات مع بعض. دي كده المكونات الجافة بتاعتنا. هنبدأ بقى نجهز المكونات السائلة بتاعتنا. معايا هنا كوباية من الحليب او اللبن، هحط عليها ربع كوباية من الزيت، وهننزل عليهم بالخميرة بتاعتنا اللي احنا جهزناها. شايفين خمرة قد ايه وحجمها تضاعف. هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر. عايزين تزودوا كمية السكر براحتكم. طبعا احنا عارفين ان الباتيه بيكون فيه طعم حلو كده. هو معلقتين السكر دولت هما اللي بيدونا الطعم الحلو بتاع الباتيه. لو انتوا عايزين تخليهم 3 براحتكم. هنقلبهم كده بقى كويس جدا لحد ما السكر يدوب، وبعدين ننزل عليهم بالمكونات الجافة اللي احنا جهزناها، الدقيق، وهنعجنهم كويس جدا مع بعض. احنا لحد ما نوصل لعجينة ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو في العجان هتعجنوا فيها 5 دقايق، لو على ايديكم 10 دقايق كده. لازم تخدموا العجينة كويس جدا وتعجنوها حلو جدا عشان تطلع معاكم نتيجة حلوة جدا. على ما نسيبها بقى تخمر، هيبدأ اجهز الحشوة بتاعتي. اي نوع بقى حشوة انتوا بتحبوه بتفضلوه تقدروا تعملوه. انا معايا هنا كده جبنة مثلثات، وكمان هعملها بحشوة الشوكولاتة. عايزين بقى انتوا تزودوا اي حشوات تانية من عندكم، هوت دوج، بسطرمة، جبنة رومي، مربى. اي حاجة انتوا بتحبوها تقدروا تحطوها في الحشوات. احنا بنقول افكار وانتوا بتختاروا منها اللي انتوا عايزينه. شايفين ما شاء الله العجينة حجمها تضاعف ازاي. خلاص هنا كده نص ساعة بالظبط كانت خمرت معانا، لان الجو حر فبتخمر بسرعة. في الشتاء طبعا بتختلف شوية، بنسيبها تقريبا ساعة. هعملها كده على شكل اسطوانة كده، وهقطعها على 4 كور كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا مش عايزين نبهدل في العجينة، يعني عايزين ان تفضل سطحها او وشها كده ناعم زي ما هو. فانا قطعتها وهلفها كده كور بالراحة. طبعا احنا برضك بالنظر كده بنحاول نقطعهم ل4 كور متساوية. عايزين تقطعوها ل3 برضو براحتكم. طبعا لو حابين تضاعفوا المقادير، تضاعفوا الكمية، ضاعفوا المقادير اللي احنا عملناها. شايفين العجينة ناعمة خالص ازاي ومتلزقش في الايد. احنا كده كورناهم خلاص ل4 كور. هنغطيهم ونسيبها تقريبا لمدة 10 دقايق ترتاح وتخمر. شايفين بردك خمرت تاني وحجمها تضاعف. هنبدأ بأول كورة احنا بدأنا بيها. هنبدأ بقى نشكلها كده. هنعملها على شكل مربع او شكل مستطيل. انا هنا النشابة اللي كنت بعمل بيها لقيتها كبيرة، فجبت النشابة الصغيرة كانت احسن واسرع معايا. هنبدأ نعملها نشكلها كده نفردها. شايفين العجينة ولا احتاجت دقيق ولا احتاجت زيت افرد بيه ولا اي حاجة. ما شاء الله العجينة طرية وحلوة جدا. هنبدأ بقى نظبطها كده نشيل الزيادات ديت. وطبعا الزيادات ديت ما بتترميش، احنا بنشيلها وبنشكل منها تاني عجينة مرة تانية، ونكمل منها باقي الكمية. شايفين هاجي بقى من النص قطعت كده سويتها من النص وقطعتها على 6 مستطيلات كده زي ما انتوا شايفين. وجبت هنا ديت معايا معلقه سمنه هدهن الوش كده بتاعها. تقدروا برضو تحطوا زيت، تحطوا زبده، اللي انتوا عايزينه متوفر عندكم. هنحط بقى الجبنه ولفها سهل جدا، وفي ثانيه هتلف معاكم. شايفين في ثانيه كده هتلفت معايا. ما خدتش وقت خالص، في دقايق هتعملي كميه من الباتيه. هوريكم دلوقتي دي كده حشوة الجبنة، وهوريكم كمان حشوة الشوكولاتة. ده كده انا دي كانت ميني باتيه كده صغير. هوريكم كمان بقى في الفيديو الحجم الكبير من الباتيه لو انتوا عايزين تخلوا حجم الباتيه كبيرة. وكمان شوفوا انا يعني كده لفيناها. وكمان هوريكم دلوقتي هضغط بقى على المكان اللي احنا قفلنا منه. هنبدأ كده نضغط عليهم، نمسك العجينة ببعض ونقفل لها حلو عشان ما تتفتحش مننا.
العجينه يا جماعه يا بنات ما تخافوش، طريه خالص، ويعني شكلوها هتلاقيها بتتشكل في ايديكم في ثواني. هتعملوا احلى باتيه وميني باتيه. طبعا عارفين الدنيا غاليه جدا، بتتباع في الافران دلوقتي غالي جدا القطعه. احنا بنص كيلو دقيق عملنا تقريبا فوق ال25 قطعه. دي كده كانت حشوه الجبنه. هنبدا نعمل حشوه الشوكولاته. نفس ما عملنا في حشوه الجبنه هنعمل حشوه الشوكولاته بالظبط. هنفرد العجينه ونقطعها ونسويها، وزي ما قلت لكم تقدروا تقطعوها على 6 قطع او 3 قطع بالنظر كده. هنسوي طبعا احنا بنساوي الاول، نعملها كده مربع او مستطيل او من النص. هنبدا نقسمها بالنظر كده، نحاول نخليها متساويه على قد ما نقدر، ونبدا نقسمها كده على 6. وهندهنها برضو زبده. هنحط حشوه الشوكولاته بقى ونلفها زي ما لفينا حشوه الجبنه بالظبط. هنقفل كويس جدا. والله يا بنات وصفة حلوة جدا وسهلة وما اخدتش وقت، وهتعمل نص كيلو الدقيق هتعملوا منها كمية كبيرة جدا، تنفع معاكم في اي حاجة. لو عايزين تضاعفوا المقادير وتحطوها في الفريزر، يعني تعملوا كمية كبيرة وتحطوها في الفريزر، بتبقى حلوة جدا في الفطار وسهلة وسريعة في اي وقت. فطار، عشاء، طالعة مشوار، طالعين مصيف، حلوة جدا هتسهل معاكم. وبعملوها كده مع كوباية شاي هتبقى ممتازة معاكم. ديت هنا اهوت. لو انتوا عايزين تكبروا حجم الكرواسون شويه، هنعمل العجينه ومش هنقسمها على 6، هنسيبها كده اهوت قطعه مستطيله طويله. هنقسمها نخليها على 3 بس، يعني الكوره نسويها ونقسمها على 3. اهم حاجه بس نقفل كويس عشان ما تتفتحش معانا. هنعمل برضو نفسها حشوه الشوكولاته. لو انتوا عايزين برضو تخلوا حجمها كبير، هنزود كميه الشوكولاته ونخلي العجينه طويله ومستطيله كبيره. ومش هنقسمها زي ما قلت لكم. العجينة طرية وحلوة جدا وممتازة عشان عجناها وخدمناها كويس جدا. ما تستعجلوش عليها، يعني ادوها حقها في العجن عشان تديكم نتيجة حلوة. ده كده حشوة الجبنة وحشوة الشوكولاتة. هنغطيها ونسيبها 10 دقايق. شايفين حجمها هيتضاعف، يعني بعد 10 دقايق كده هتلاقوا حجمها تضاعف تاني. احنا سيبناها ترتاح بس 10 دقايق كده، هتلاقوها خمرت معاكم مرة تانية. جهزت بقى هنا اهوت معايا بيضه وحطيت عليها شويه لبن ورشه صغيره جدا من الفانيليا، وقلبتهم كويس جدا وهدهن بيها وش الباتيه. لو عايزين تضيفوا معلقه صغيره من النسكافيه هيدي بردك لون حلو جدا، بس انا كنت شايفه دوت بردك اداني نتيجه حلوه جدا ولون حلو جدا معاه في الاخر. هحط عليهم كمان شويه من السمسم. لو عايزين تحطوا حبه البركه براحتكم، عايزين تعملوها ساده من غير ولا سمسم ولا حبه البركه برضو براحتكم. ونفس الحكايه برضو يا بنات في الحشوات، لو انتوا عايزين تعملوها ساده من غير ولا جبنه ولا اي حاجه خالص، برضو هتديكوا برضو طعم حلو جدا. دي الشوكولاته كانت خلاص ارتاحت، برضو نفس اللي عملت في الجبنه هعمل فيها. هندهن الوش واحط عليها سمسم. لو مش عايزين عشان هي حشوتها شوكولاته مش عايزين تحطوا عليها سمسم بلاش، بس انا من الناس اللي بتحب السمسم جدا في اي حاجه، فحبيت احط سمسم وازوده كمان. الفرن بقى طبعا عندنا في الوقت دوت سخن جدا على درجه حراره 200. دخلناها على طول وهتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تطلع معايا جبت معلقه من الزبده دهنت الوش بيها، ومعايا كمان فوطه سخنه، فوطه قصدي مبلوله، هنغطي بيها. طبعا الفوطة بس مبلولة، يعني حاجة بلة بسيطة جدا. بعد ما بنغطيها بتدي هشاشة وطراوة حلوة جدا للكرواسون او الباتيه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طعم وريحة وكمية وحاجة انت عملتيها بايديكي ووفرتي على نفسك كتير. اعملوها يا بنات وجربوها وقولي رأيكم فيها وان شاء الله تعجبكم. ما اخدتش والله وقت معانا خالص، 10 دقايق وهتلاقوها خلصانة جدا معاكم.
وكده انا اكون خلاص وصلت معاكم لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم. ولو جربتوها قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.